اللي انت هتشوفه دلوقتي واحدة من أبشع طرق التعذيب والقتل في التاريخ. انت متخيل انهم اخترعوا أداة مخصوص علشان يعذبوا بها البني آدمين قبل ما يموتوا؟ مش مجرد أداة للقتل وخلاص، اللي اخترعوها ما كانوش ناس عاديين زينا، دول ناس متعتهم كلها في التعذيب. يعني نقدر نقول ان الشنق او قطع الراس أرحم بكتير من اللي هتشوفه دلوقتي. طريقة التعذيب بالطور اخترعها القدماء الإغريقيين وكان ليه أسماء كتير زي الطور البرونزي أو الطور الصقلي. بس السؤال هنا، احنا عرفنا المعلومات دي كلها ازاي؟ هقولك ان كان في مؤرخ يوناني اسمه سيكولاس كتب مجموعة من الكتب وحطها في المكتبة التاريخية. كان بيحاول يوثق كل حاجة وقتها، من اول اللي حصل في مصر القديمة لحد اسكندر الاكبر، ولحد دلوقتي معظم كتبه موجودة وسليمة، بس في اجزاء منها ضايعة او متقطعة. سيكولاس بيحكي في كتابه ان اللي اخترع الطور ده كان اسمه بريليوس من مدينة اثينا في اليونان. كان بيشتغل مخترع اصلا في الفترة بين سنة 554 و 570 قبل الميلاد. قعد لوحده وفكر ازاي يخترع حاجة تخوف الناس وتعذبهم وتخلي صوت الضحية يطلع كأنه صوت حيوان. بريليوس كان مخترع وعقله مليان أفكار شريرة، بس زيه زي أي مخترع في الزمن ده كان محتاج حد يدعم فكرته ويصرف عليها. وفعلا لقى واحد شبهه بيموت في تعذيب البني آدمين، والشخص ده اسمه فالاريس. فالاريس كان حاكم مدينة أكراجاز في اليونان. الراجل ده كان قاسي جدا وبيحب يخوف الناس، ما كانش حتى بيكتفي بموتهم، كان عاوز يستمتع بصوتهم وهم بيصرخوا من الخوف والرعب، لدرجة انه كان بيروح يتفرج على اولاده الصغيرين وهم بيتعذبوا. كان بيتلذذ بنظرة الخوف والرعب في عيونهم، وكأن ده بيديله احساس بالقوة او بيشبع حاجة مرضى جواه. كان حرفيا شخص مريض وسادي. بريليوس قعد يفكر في طريقة يعذب بها الناس اكتر لحد ما وصل لفكرة الطور النحاسي، آلة جديدة للتعذيب ومحدش فكر فيها قبل كده، وفعلا قدر يصنعها. طب هو عملها ازاي؟ وازاي الناس كانت بتموت جوه الطور النحاسي ده؟ هقولك انه جاب نحاس وصبه في قالب كبير على شكل طور وبنفس حجمه كمان، وعمل فيه باب علشان الضحية تدخل من خلاله. واول ما الضحية تدخل كان بيولع النار من تحت الطور، والراجل كان بيموت بالبطيء وهو بيتعذب، يعني حرفيا بيتشوي حي وجسمه بيسيح وهو عايش، وصوت صراخه وهو بيموت كان بيطلع على شكل طور بيتقلب، والدخان كان بيطلع من مناخير الطور، والريحة كانت وحشة جدا. ده غير انه كان بياخد العظم الباقي من الجثث ويعمل بيه خواتم وغوايش ويبعته للملك او يحتفظ بيه كذكرى عنده. كل ده بالنسبة له كان ممتع جدا. بريلوس دخل للملك فالاريس وقال له الضحية هيفضل يصرخ جوه الطور لحد ما نفسه يتقطع، وصراخه هيطلع بأصعب أشكال العذاب، وكأنه الطور بيغني بالنسبة لهم. يعني الضحية هيتعذب جوه وانت بره هتسمع صوته وكأنه مزيكا بالنسبة لك. أصل بريليوس كان عارف إن فالاريس بيحب التعذيب جدا، وفالاريس على طول وافق على فكرة الطور ده. بس حصل اللي بريليوس ما كانش متوقع. فالاريس قال له لو الكلام ده حقيقي خش جواه وورينا بنفسك. فقال له انا عارف انك بتحب تعذيب الناس، بس مش لدرجه ان لما اعمل لك الطور تجربه عليا. قال له يا ابني انا بس عاوز اختبر الصوت واشوف هيطلع مزيكا فعلا زي ما انت قلت ولا لا. وفي ناس قالت ان فالاريس شغل النار وبريليوس يتعذب ومات جوه، وناس تانية قالت انه سحبه من جوه الطور ورماه من مكان عالي جدا، وده لان فالاريس كان شخص قاسي جدا بس مش للدرجه دي. يعني فالاريس بنفسه قال انه كان قرفان جدا من الاختراع ده، وقرر يعاقب صاحب الفكره بفكرته اصلا. وبعدها بفتره الشعب قلب على فالاريس وقرروا يقبضوا عليه ويعاقبوه. تخيل بقى عملوا فيه، قرروا يقتلوه بنفس الطريقه اللي وافق انه يعذب الناس بيها. حطوه جوه الطور النحاسي واتعذب ومات فيه زي ما قتل بريليوس اللي اخترعه. يعني باختصار كده الاتنين ماتوا بنفس الطريقه اللي عملوها علشان يعذبوا الناس بيها. ولحد هنا بينتهي الفيديو. ما تنساش بقى تشترك في القناه وتشير الفيديو علشان ننزل فيديوهات اكتر. سلام.